شعور أول شيء قلت لك إن الله راضي عنك، أنت راضي عن نفسك، تحس بلذة النجاح، لذة الإنجاز، علاقات، تحس لك قيمة في المجتمع. اليوم إنك تترك أثر، أنت يكون لك قيمة في المجتمع، مو قدام الناس، قدام نفسك أنت، فهني تحس بشعور وايد حلو. طبعا أول شخص اللي شجعني ودعمني الوالد، الله يحفظه. طبعا الوالد بالنسبة لي كل شيء، وهو الجندي المجهول. طبعا من البداية دائما يقول لي من وأنا صغير، يعني دائما يقول لي أبو جراح، إذا شفت شيء غلط لا تتحلطم. هي كلمة تحلطم هي اللي غيرت موازين المبادرات كلها. فدائما يعلمني لا تتحلطم، شفت شيء غلط روح على طول بادر وغيره. فمن أول مبادرة سويتها والوالد معاي، بكل مبادرة جماعية معاي، بكل ندوة معاي. ساعات أروح مبادرة يعني أشتغل فيها أشوفه وينه مو موجود، غريبة مايه، تلاقيه منخش من بعيد يشوفني يلاحظني محتاج ماي محتاج شيء. فالوالد الله يحفظه وليومك هذا دايما معي. في مرة من المرات أنا أطلقت مبادرة في تنظيف جسر المسيلة اللي عند فندق الجميرة، فداشين أنا والفريق حملة تنظيف زائد صبغ. وأنا ماشي بنبلش المبادرة، فجأة سيارة صفطت شخص وزوجته وعياله قدامي، فتح الجام كان يقط تشيز تكرمون وسخ كله يعني طاح قدامي أنا، يعني ما طاح التشيز مكان قدام الناس إلا أبو جراح. فشفت التشيز أنا كان أقول شفت انصدمت، يعني إحنا جايين نسوي حملة تنظيف أنت جاي تقط وسخ؟ ريال زقرت ويا عياله، طقيت عليه الجام كان أقول ترى في شيء طاح منك. لما شاف هو وايد انصدم، وايد انحرج، مو أنا اللي انحرجت، هو وايد انحرج. كان أقول له في شيء، لا أنا آسف، كان يعرفني أبو جراح ما أدري شنو، وعياله مشكلة قاعدين يشوفون وراه. فنزلوا وعياله ونزل هو، شال الكيس وحطه مرة ثانية داخل وقال لي أنا آسف ما راح أسوي مرة ثانية. فهذا ممكن أكثر موقف محرج صار قدامي لي وله وبس. والله تبي الصراحة لا نهائيا. بس يعني أنا ابتديت بالبداية إن أنا أبي أغير أبو جراح كفرد، أنا أبي أغير، أبي أشوف الشيء بعيون أبو جراح شيء حلو. ولكن بعدين اكتشفت إن الناس والمجتمع تحسه من كثر ما قاعد يشوف مثلا قبل 4-5 سنوات الشوارع شلون مكسرة، قاعد يشوف الجسور تعبانة، الناس وايد قاعد تتحلطم. ساعات إني ما ألومهم، يحسون شوي فاقدين الأمل، فاقدين الشغف. فاليوم لما يطلع واحد في المجتمع قدر يغير شيء بسيط وبعدين كبر وبعدين شاف في تعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمبادرين. لأن احنا بالكويت أنا أشوف إن احنا أهل نخوة، أهل الفزعة. الكويتي ما شاء الله قطة بأي مكان تشوفه شلون يفزع. فالناس لما شافوا الأثر هذا شافوا إن الأمل قاعد يرجع، وقاعدين يشوفون التأثير القوي وسرعة الإنجاز. فالناس ما تبي الإنجاز هذا يروح، فشنو اللي صار في تكاتف، الموضوع قاعد يكبر، الانتشار أكبر لما تبارك الرحمن أثرنا على الكويت وخارج الكويت. خيل، أنا من عشاق الخيل. تقريبا كل يوم أنا يوميا ما حد يدري عني أروح ساعة أقعد مع الخيل، أركب الخيل. عندي هواية إني يعني أخذ أنواع نادرة من الخيل، لأن أنا أشوف الخيل هذا بالنسبة حق أبو جراح الراحة النفسية الصجية.
أول مبادرة اللي هي علم الكويت على جسر في المهبولة على خط فحيحيل. العلم صار له تقريبا فوق 15 سنة قشر، فرحت على طول صبغته وردينا روحه ونزلت الفيديو بالعيد الوطني، وخذ صدى مو طبيعي. ومن عقب هذه المبادرة ابتدينا المبادرات الثانية. شوف، انت كونك مؤثر بالسوشيال ميديا، انت لازم يكون عندك يقين ان اللي قاعدين يتابعونك جميع الفئات، جميع الاعمار. في منا الدكتور، في منا الشايب، في منا العيوز، في منا المدمن مخدرات، في منا المثقف، في منا المراهق، في منا الصغير. فاليوم انت كونك صانع محتوى ومبادر ومؤثر بالسوشيال ميديا لازم تتقبل كل الآراء. اليوم اذا انا بسمع الكومنت هذا او هذا، انا راح اوقف، ما راح استمر. فاليوم انا عندي هدف واضح اللي هو حب الكويت، حب المبادرات، حب التغيير. فاليوم انا دام الشيء يرضى الله والناس مستانسة، ما يهمني كلام الناس. والحمد لله تبارك الرحمن، اليوم يعني 99% من الناس مستانسة. 1% أكيد، يعني أي إنسان يشتغل ويكافح ويحاول ينجح لابد في ناس تحارب هذا النجاح. طبعا أكثر شيء أنا أشوفه مدرسة بوحليفة. مدرسة بوحليفة كان تحدي وايد كبير، كان متهالكة من أيام الغزو، صار لها كم 35 سنة. أنا والفريق بدعم من الشركات الخاصة ما في نوم، خلال أسبوع رديناها وكالة. في البداية إحنا كفريق نروح نبحث عن الأماكن، بس الحين خلاص صار عندنا سيستم، كل يوم يوصل لنا فوق 100 مكان، فإحنا نحطهم بالسيستم ونشوف إحنا نقيم شنو الشيء اللي يهدد أرواح الناس، فنروح ناخذه ونبادر فيه كأولوية لأن أرواح الناس أهم. وثاني شغلة نشوف شنو الشيء إذا سويناه راح يفيد أكبر شريحة من الناس. مثل الحين مسنة الخيران قاعد نسويها تفيد أهل البحر، مستانسين أهل البحر كلهم مستانسين. ونشوف الموسم صيف بحر، والله الشتاء رحنا صوب البر، وهذا فماشيين بهالتسلسل مثل ما يقولون. شوف، كل شخص حاب أقول له جرب لذة العطاء. لذة العطاء، شوف أنا قبل كنت أشوف اللي يبادر يتطوع ويروح كنت أشوفه إنسان فاضي، يضيع وقته، ما عنده هدف بالحياة، ما عنده حلم، شنو يروح يبادر ويسوي. ولكن لما جربت لذة العطاء حسيت بشعور ما أقدر أوصف لك إياه، ما أقدر إلا لما تجربه. شعور أول شيء قلت لك إن الله راضي عنك، أنت راضي عن نفسك، تحس بلذة النجاح، لذة الإنجاز، علاقات، تحس لك قيمة في المجتمع. في ناس وايد كان فيهم مرض الاكتئاب يوم بادروا حتى تركوا الأدوية بعدين. من أقوى علاج الاكتئاب إنك تروح تبادر وتشوف النتيجة قبل وبعد. فاليوم إنك تترك أثر، أنت يكون لك قيمة في المجتمع، مو قدام الناس، قدام نفسك أنت، فهني تحس بشعور وايد. وايد يعني، خاصة اليوم احنا عندنا مؤثرين وايد بالكويت. قبل 5 سنوات ممكن في ناس وايد مشاهير طلعوا قاعد يستخدمون السوشيال ميديا بطريقة سلبية. فاليوم الناس صار عندها وعي، تتابع منو وتسوي انفولو حق منو. صاروا اتجاههم كله حق الشيء الأثر الإيجابي، واليوم الحمد لله قاعدين نشوف هذا الشيء. حتى اليوم قاعد تشوف ان المؤثرين الإيجابيين طغوا على المؤثرين السلبيين، وإحنا قاعد نشوف هذا الشيء. والله أول شيء هذا بفضل الله صراحة، فضل دعوات الناس. اليوم الواحد لما يدش بنية صافية وفعلا يبي التغيير، فعلا يبي يقدم رسالة، الله راح يسوي هذا الاسم، مو الإنسان. اليوم ناس وايد يكافحون ويتعبون ويسوون، بس ما في نية صادقة.
فأنا يعني إذا بشكر أول شيء أشكر الله، وأشكر من كل شخص فعلا يبي أبو جراح ينجح وساعدني، وخاصة فريقي. ما أنسى فريقي: علي الملا، أنفال المعرفي، الشباب لا ولا قصور فيهم كلهم. يعني لولاهم كان ما تشوفون أبو جراح موجود. طبعا وصارت كلموني اكسبو قطر، مؤسسة قطر، وسويت هناك زرعنا أكبر خريطة لدولة قطر في الإكسبو، وكرمنا كأفضل مبادرين في الخليج. الشيخة موزة نفسها كرمتنا. والحين إن شاء الله بس يبلش الجو زين راح نروح السعودية والإمارات، لأن اليوم إحنا قاعد نقدم رسالة حق كل البشرية، إن الواحد ما يتحلطم، الواحد إذا شاف شيء غلط يروح يبادر ويغير. اليوم أنا الهدف إني أزرع ثقافة التغيير، ثقافة الولاء للوطن. فاليوم الرسالة مو بس محصورة بالكويت، أنا ودي توصل رسالتي حق العالم كله. التأثير الإيجابي اللي قاعد نسويه اليوم، الناس قاعدين يشوفون أبو جراح قدوة في المجتمع. هذه مسؤولية كبيرة ترى، مو سهلة. لما أنت تشوف شخص قدوة، فاليوم لازم أنت تحافظ على مبادئك. واليوم الحلو الإنسان أنه يكون عنده مبادئ إيجابية، ومبادئ أنه تأثر فعلا. لأن اليوم أنت تبي الناس يذكرونك ليه بعد مماتك. بعد اليوم أنت مو بس الحين، أنت باكر والله بعد عمر طويل ناس يتذكرون والله أبو جراح سوى وحط وهذا، والتأثير يكون موجود. مثل الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن سميط، اليوم أثره للحين موجود. فاليوم إحنا نبي نكون موجودين الحين ليه بعد 100 سنة. أنا أشوف لأن إن أي فعل خير أنت تسويه راح يجيلك الخير. أي شيء بنية بصدق وأمانة تسويه راح تشوف تأثيره. اليوم ترى الناس فيهم الخير بكل مكان، بكل مجتمع، بكل وقت. الغزو كان قبل 35 سنة. شوف المبادرين والمقاومة والناس والكويتيين لما طلعوا واتحدوا سووا شيء وايد كبير، قصص وايد نسمعها. فاليوم أنا أشوف التأثير والمبادرات ممكن يكون بأي زمن وبأي وقت.